ما تستغربيش لما تطلبي من الميك اب ارتست بتاعتك ان هي تفتح بشرتك جدا وانتي مثلا بشرتك قمحيه او اغمق، ان هي في البدايه تستخدم فاونديشن على اصفر شويه قبل ما تحط لك الفاونديشن بتاعك. ازاي؟ في الاول بتعمل حاجه اسمها color correction، يعني تصحيح اللون. انتي لو بشرتك قمحيه وبعد كده هي حطت الفاونديشن الفاتح عليكي على طول، ساعتها هيحصل ايه؟ تخيلي معايا انتي ان في ورقه غامقه وبعد كده هحط عليها ورقه فاتحه. الورقه الفاتحه هتشف اللون اللي تحتيها لانه من غامق لفاتح على طول، ما درجناش اللون. لكن لما هي بتحط الاول لون اصفر وبتعمل color correction كده، هي بتعادل اللون بتاعك باللون الاصفر، وبعد كده بتحط الفاونديشن الفاتح عشان تخلي بشرتك افتح شويه. انا شخصيا بحب الناس تكون بلون بشرتها الطبيعي، بس لو في عروسه طلبت مني ان انا افتح لها لون بشرتها اكيد لازم اعمل اللي هي طالباه مني. ساعتها ما تستغربيش لو استخدمنا لك في الاول لون على اصفر شويه، وما تقعديش تقلقي وتتوتري وتقولي ايه ده لون بشرتي اختلف. هي لسه هتحط لك طبقه تانية من الفاونديشن اللي هتغير بيها شكل البشره وتخليها افتح عشان يكون اللون مظبوط.